نرجع مرة تانية وتامر عاشور واغانيك حلوة قوي يا تامر. ربنا يخليك. بجد بتبقى حلوة عشان انا بشتغل مع يعني الناس اللي انا بشتغل معاهم بجد هم اللي مين تحب تقول له النهارده شكرا انت وقفت جنبي على مدار مشوارك؟ اولا والدتي. اكتر اغنية والدتك بتحبها ايه؟ بتحب اغنية وانا بستسلم هو انا دي بتعجبها، وبتعجبها اغنية ما بتهزش. ومين تاني؟ بشكر نادر عبد الله جدا 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 جدا، لان هو معايا من اول المشوار حتى يعني، وتعب معايا كتير قوي كمان في الالبوم ده مع الشركه يعني حاجات كتير، بس بشكره جدا. بشكر الاستاذ حماده بسيوني مدير اعمالي. بشكر كل الناس اللي هم اللي مهتمين بيا على الفيسبوك وعاملين لي بيجز كتير وفيها فانز كتير. بشكر علي انديل، خالد ربيع، ندى، ناس كتير جدا انا مش عارف اشكر مين ولا مين. بشكر كل الناس اللي اتعاملوا معايا في الالبوم دوت، لان انا يعني ما حدش اداهم حقهم الادبي، فانا يعني بشكر بالظبط. بشكر كريم محسن، بشكر مدين، بشكر وليد غزالي، نادر عبد الله، فهد، محمد شفيق، هاني محروس، آسر، مش عايز انسى حد بس يعني. تامر عاشور لو اتكلمت معاك على المستوى الانساني بقى، ما بتفكرش ترتبط دلوقتي؟ انت مرتبط؟ يعني هستغل اسامه منير واقول لك بكل الحب. انت مرتبط، انت في حاله حب، انت شايف شريكه حياتك ممكن تكون عامله ازاي؟ انا في حاله امتحانات، وبعد الامتحانات في حاله جيش، فانا ما عنديش الميول دي في الفتره دي خالص خالص. بس ازاي ممكن تعيش كده، وازاي ممكن تقدم اغاني بالشكل ده؟ بخلي الشاعر بقى يحب واحد. يا سلام يا سلام. بخلي الملحن يحب. عندك احساس. اكيد طبعا. طيب فمش ممكن الاحساس ده هتجيبه منين؟ هو ممكن يكون احساس بالحرمان. عليا بقى، هيضحك علينا بقى ممكن دلوقتي. يكون احساس بالحرمان، يعني مش شرط يكون احساس بالحرمان. الحرمان بيولد طبعا احساس عالي، اعلى احساس ممكن تتخيلي. يعني شويه في جواز بيموت. لا حرام عليك، ليه؟ مش معايا في اللي انا بقوله؟ لا ليه؟ لا مش للدرجه دي. اكيد. ليه كده؟ انت بتوترني دلوقتي. ليه؟ لا لا اكيد مش معايا. لا مش الاحساس ده نفسه بيموت، بس بيتولد عشره. انا ما بقولش ان العلاقه، لا بالعكس، ممكن بيبقى فيه الاثنين مع بعض. بيبقى فيه، لو انت عايز تخليه كده. الرجل الشرقي والست الشرقيه لو حولوا حياتهم لروتين وخلاص بقى، اللي هو اتجوزنا فخلاص بقى شبعنا من بعض، خلاص الحياه ماتت. اكيد. انا شخصيا، انا كإنجي يعني انا ضد ده، يعني انا تماما ضد. حتى لما احس ان انا متجوزه، حتى مثلا لو حسيت ان جوازي ممكن يقلب شويه كده، لا ممكن اتجنن، ممكن اقلب الدنيا بس يرجع زي ما كان. يعني انا بحب الاحساس ده، ما اقدرش. ما هو الاحساس ده عمره ما هيبقى موجود غير بالاتفاق ما بين الشخصين. لازم تكونوا متفقين جدا ان مش هينفع يبقى في ملل، روتين، تعصب جوه العلاقه نفسها. ده بيخلق نوع من الارتباك في العلاقه نفسها. تامر عاشور النهارده، انت يمكن بدايتك كانت مع اغنيه جميله جدا، وانت كنت عامل اغنيتين زي ما بيقولوا 2 in 1، اغنيتين في واحده. الفكره دي جت ليه؟ ومرغم ان الاغنيتين كانوا ناجحين جدا من قبل الكليب. يعني انت يمكن مطرب كنت وقتها جديد واول البوم، وكنت مسمع قوي مع الناس زي ما قلت في مقدمه الحلقه. يعني انت لفت النظر ليك من اول اغنيه انت قدمتها، وكانوا اغنيتين وعملتهم في اغنيه واحده، والاثنين كانوا ناجحين. ليه ما فكرتش تصور اغنيه كل واحده على حده لوحدها؟ لان كان في اغنيه من الالبوم الاول بتاعي اللي هو كل يوم، وكانوا اتكلموها عني، دي من انتاج روتانا. فعشان مش هينفع الاثنين انتاج يخشوا بعض. بس كانوا الاثنين ناجحين. طب ما فكرتش ليه مثلا تعمل كليب لاغنيه مثلا مش معروفه او مش ناجحه قوي؟ يعني انت اخدت اغنيتين اوريدي يعني ناجحين لوحديهم. ما انا بحب انت برضه يعني انت اكيد جالك الاحساس ده، مش انا بس. لان كلموها عني دي ما كانتش في البوم، كلموها عني كانت سنجل. فانا خدت اغنيه سنجل على الاغاني اللي انا كنت منزلها في الالبوم قبل كده، اللي هي كل يوم ذكريات كدابه، هي معروفه بالاسم ده. فخدتها ضميتها اللي كلموها عني، لان الكلام ده كان من فتره كبيره جدا، وكان صعب، الناس ما كانش لسه عرفت الشكل. هم عارفين ان تامر عاشور ده بيغني كل يوم وذكريات كدابه. فاضطريت ان انا اربط دي في الكليب بتاع كلموها عني.
رجعوا لك فلوسك بقى شركه روتانا؟ تماما خالص خالص لسه خالص خالص. طب مش هيرجعوها ولا ايه؟ او ما يرجعوها ما يرجعوهاش، هم كده كده غلطانين، هم غلطانين للصبح. يعني هم كده كده بيرفضوا دايما ان ايه، هم ممكن مثلا الاقي حد يقول لي على فكره احنا هنعمل لك 15 اغنيه بس على مزاجي، ده ولا هو سعيد امام. طب على مزاجك ليه يعني؟ فهم اجبروني على الانتاج بحجه ان الميزانيه مش موجوده يعني. فاضطريت انا انتج، فعملت كذا اغنيه والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه وخلاص. اكسبوا انتوا. طيب ايه رايك دلوقتي نفتكر مع بعض الاغنيتين الاولانيين اللي انا بحبهم جدا بصراحه، يعني مش ممكن افوت النهارده تكون موجود معايا في مسهرني وما اسمعهمش اكيد يعني. عايزين نحتفل بالالبوم الجديد اكيد، بس دول اساسي اكيد ليهم غلاوه عندك كده عشان اول تعارف زي البيبي كده الاولاني يبقى ليه عشان اول تعارف. يا ما تعبت معاك هواك واجرح قلبي ويبقى معاك، سبت حياتي وعمري فداك، جيت وبواجهك وانت هربت. اهرب مهما تروح لبعيد، لازم قلبك يبقى وحيد، مهما تقول في كلام وتعيد. خلص الصبر معاك وتعب، وفاكر ليها ايام بتصبر بيها، وعشان عندي امل فيها هنساها قلبنا ليه. فاكر ليها ايام بتصبر بيها، لو ما تكلمش عليها في ايه هتكلم فيه. الله جميل. دي كلموه عني كلام نادر عبد الله برضه. الثانيه كلام يعني جميله جميله. الفتره اللي جايه بقى عايزه اعرف انت بتخطط ليه؟ هل هتستمر مع الشركه دي ولا بتشوف شركه ثانيه ولا ايه الاخبار؟ والله وانا اتعرض عليا عرضين، انا طبعا مش هستمر مع روتانا باي حال من الاحوال. اتعرض عليا عرضين من شركتين محترمين جدا في مصر ومنتجين مصريين. فانا بشوف ايه، هم الاثنين فيهم مزايا كتير جدا.
فانا بشوف ايه العرض اللي هيناسبني ان شاء الله وهتكل على الله باذن الله. التمثيل مش برضه جالي عرضين مهمين، نفس العرضين فعلا نفس العرضين. جالي عرضين برضه في التمثيل، بس انا ما نفعش ان انا اعملهم. تامر، ناس كتيره قوي بتقول ان المطرب اللي بيلحن المطربين بيخافوا منه عشان يخافوا الالحان مثلا ممكن تديها، وفي ملحنين كتير. او انت اصلا كنت ملحن قبل ما تغني مش كده؟ المطربين بيخافوا مني كمطرب ولا كملحن؟ لا يعني انت اصلا في الاصل كنت ملحن وبعد كده غنيت. لا انا كنت بلحن اغاني الالبوم بتاعي، بس انا ما كنتش بتاخر على حد في ان حد يعوز اغنيه او اي حاجه. كان في كتير منهم صحابي فكنت تمام بديهم الاغاني. لا يعني انت رايك ايه مثلا في الملحنين اللي اتجهوا للغنى زي عمرو مصطفى وزي ملحنين كتير؟ عمرو مصطفى ملحن شاطر جدا وصوته حلو جدا. بتبقى انت ناجح في منطقتك قوي ونمبر 1، طب ليه بتعمل حاجه تانية؟ مش عارف. هو لو اتحس، يعني لو اتحس كفنان تمام، ما فيش مشاكل انك تلحن وتغني. لكن لو ما تحسيتش كمطرب يبقى الاحسن ان الواحد يبقى يخلي في طب ليه في مطربين بتخاف تاخد منك الحان؟ لا هو انا اوريدي يعني انا مش بعرض على حد الحان. يعني انا ما بروحش اسمع كذا وكذا وكذا. غير بقى اللي هم ناس صحابك قوي، شيرين، اليسا، يعني حاجات صغيره جدا، يعني مش ان هم يكونوا نجوم كبار طبعا. بس حاجات قليله جدا انا بطلعها يعني. بس ما بروحش اعرض يعني. مين صوت بيأثر فيك بجد؟ كتير قوي، مش صوت واحد، في كذا صوت بيأثر فيا جدا. شيرين بتأثر فيا جدا. شيرين، فضل شاكر. طب مين منافسينك من الملحنين دلوقتي؟ من الملحنين مفيش. طب اللي بيغنوا مين؟ الملحنين بيغنوا يعني. رامي جمال ده صاحبي جدا. رامي ملحن لي في ألبومي على فكرة. يعني رامي احنا اصحاب من زمان قوي يعني. وعمل شريط ببارك له طبعا عليه. رامي صوت محترم جدا وملحن محترم جدا جدا جدا. وانا بحبه كمان رامي شخصيا يعني. شكلها ايه البنت اللي ممكن تفكر فيهم ترتبط بيها؟ نفسك يبقى فيها ايه؟ مش في شكلها، انا نفسي تبقى هي روحها، بس روحها تبقى طيبه كده. انا بحب الناس اللي هم الطيبين. وهتاخد رايها في اغانيك اللي بتقدمها؟ طبعا اكيد. اكيد زي ما باخد راي والدتي بالظبط، باخد رايها في كل الاغاني. هل فعلا عايز شريكه حياتك تبقى شبه والدتك في صفات معينه؟ يعني دايما بيقولوا ان الرجل الشرقي بيدور على بنت مهما راح ومهما جه ومهما يقول بتبقى يعني زي ما بيقولوا ان ذا باك اوف هيز هيد في مخه برضه ايه، بتبقى واخده من والدته. عشان اكيد قعد مع والدته فتره كبيره، ده حقيقي يعني الحلوه في صفات لازم تبقى مشتركه ما بين الاثنين. طب ايه رايك في المقوله المنتشره دلوقتي كتير جدا بتقول ان الام هي اللي بوظت كل الرجل الشرقي او الزوج الشرقي؟ ده لحى لابنها بيخليه دايما يعني في نوعيات كده. ده فعلا في نوعيات كده كتير. بس هو في الاول ما كانش شرقي، يعني هو ما ينفعش يبقى شرقي والام اللي تحوله. لا هو تربيته طالما اتربى في بيت واسره مغلقه جدا، يعني بغض النظر في قرايب او ما فيش قرايب، بس بتبقى في عارفه ريحه الاسره دي طالما موجوده خلاص. هو مش دماغه مش هتشت غير لما هو يكون في الاول الام خلاص بدات ما تبقاش شرقيه، اللي هم الامهات الصغيرين اللي هم العشرينات والحاجات دي، فبيبداوا يدخلوهم بقى افرنجي وحاجات. طب انت رجل شرقي السيد؟ لا خالص والله خالص. لا. طيب ليه قلت قبل كده ان انت لو خيروك تبقى وزير قلت عايز ابقى وزير تربيه وتعليم؟ اشمعنى التربيه والتعليم؟ انا جاوبت على السؤال ده في فتره التعليم فيها زيرو. ما عندناش تعليم خالص احنا في مصر، مفيش تعليم خالص في مصر. لا واضح اهو بين الثوره مفيش يعني اي تعليم. الفتره دي حتى المفروض ان احنا نقعد نعلم نفسنا حاجات مفيش. بالظبط. كمان التعليم الدراسي طبعا. ليه بتخش كليه زي كليه، انا كنت في تربيه موسيقيه واترفدت من كليه تربيه موسيقيه واديني طالع بغني. طب ده عدل؟ مش عدل. بعزف بيانو مثلا، كنت بسقط بيانو. طب ما هو ده مش عدل. ليه تخلونا مثلا ندرس في كليه تربيه موسيقيه علم نفس؟ ليه؟ ايه السبب؟ هطلع ايه؟ ليه في الكليات العمليه كلها دايما تلاقي فيها مواد مش مظبوطه؟ فهو ده في فجوه كبيره جدا في موضوع الارتباط الفكر بالتعليم. زي بره عايز تطلع ايه من صغرك بتبقى كذا. امتى بتحس انك مستبيع؟
هحس ان انا مستبيع لما الاقي كل الناس حواليا ضد طرف، فببقى مستبيع بحمى الناس دول. حلوه دي؟ حلوه، فهمتها هي شويه كده يعني، بس فهمتها. طيب الحان مين؟ كلمات نادر عبد الله والحاني وتوزيع تومه. كام اغنيه لنادر عبد الله؟ انا شايفه انه 6 اغاني. 6 اغاني. طيب ايه رايك نسمعها مع بعض؟ اوكي. تسمحي بدقيقة على جنب اجي نتعرف فيها، مستبيعة وانا في حاجة نفسي اصرحك بيها، فرصة وانا ياما استنيت وهي جت ليا، ومنين تيجي تاني ليا الفرصة لو عدتيها. صار